فرصه ذهبيه كل شيء كيدوي عليها واي واحد يقدر يستافد منه. الكريبتو البوران. شنو هذا البوران اللي فارعين لينا راسنا به شي عامين و 3 سنين دا، وكيفاش حتى نستافدوا منه؟ هادشي كامل غنشوفوه في فيديو ديال اليوم، تبع معايا مزيان. قبل ما نبداو نقدم لكم سبونسور ديالنا اللي هو باينانس. ما يمكنش من تكون سمعتي بها في مجال ديال الكريبتو، هي المنصه رقم 1 عالميا في العملات الرقميه. كنتي مبتدئ ولا برو اي واحد يقدر يستعمل، حيت ساهله في الاستخدام. المنصه كتسهل عليك عمليه التداول في كل شيء، ومن الفوق الا تسجلت بالرابط ديالي تقدر تربح حتى 100 دولار على ما بغيتي. شنو هو البوران؟ باش نفهموا دابا شنو واقع في السوق خصنا نعرفوا المصطلح ديال البوران. في العالم ديال الفلوس البوران هي واحد الفتره كيعرف فيها السوق واحد الارتفاعات في الاسيتس كبيره، يعني الناس كتولي تبيع وتشري بواحد الكثافه، وهنا كيطلع الثمن ديال الاسيتس. وهذه في الكريبتو فرصه ذهبيه، والناس اللي فاهمين ما غاديش يزقلوه. داك الشيء علاش خصك تفهم وتبقى معايا باش نشرح لك كل شيء. شنو اللي كاثر على البوران؟ كاين مجموعه ديال العوامل، غادي نبداو اهمها. الهالفينغ ديال البيتكوين، كل 4 سنين كيطرا واحد البلان في البيتكوين اللي هو سميتو الهالفينغ، يعني الكميه ديال البيتكوين اللي كيجمعوها الماينرز كتقل بالنص، ومني كيقل العرض وكيتزاد الطلب يعني هنا كيجي البوران وكيعطينا بوران جديد. ثاني بلان اللي هو التبني العالمي للاكبر. دابا في 2024 الشركات والمؤسسات الكبار بداو كيدخلوا لهذا السوق، حتى من البنوك والحكومات ولات عندها مواقف ايجابيه من ناحيه الكريبتو، يعني جمهور جديد غادي يدخل الكريبتو، وهذا الشيء كيزيد الضغط على الشراء. وبعض الدول اللي كانت مزيره في الكريبتو بدات كتفتح الابواب ديالها دقه دقه، وهذا الشيء كيعطي دفعه للمستثمرين باش انهم ينفيستيو في هذا السوق. بغيت تقول لي شنو هما الاستراتيجيات في الاستثمار في هذه المرحله؟ كاينين 3 استراتيجيات معروفه اللي تقدر تزيد في نسبه الربح ديالك. اول حاجه اللي سميتها DCA دولار كوست افريجينغ، هي استراتيجيه ديال الاستثمار كيشري فيها المستثمر كميه ثابته من الاسيتس وبطريقه منظمه، ما كيهمش الثمن ديك اللحظه، عوض ما يلقى الوقت المناسب باش يشري ديك الاسيتس يشري باقل ثمن ويبيع باكثر ثمن. الطريقه ديال DCA انك تشري دق، والمبدا ديال هذه الطريقه هو انك تشري كل شهر نفس الكميه ديال العملات، وهذه الطريقه كتساعد نقص التذبذبات ديال السوق، وكتمكن انك تاخذ واحد الثمن متوسط والمدى البعيد. ثاني حاجه الهودل. المبدا ديال الهودل هو ما تخليش الخوف يسيطر عليك في الوقت اللي كيطيحوا الاسعار، وخاص تكون عندك ثقه في ان النمو ديال السوق مع الوقت. الناس اللي كيتبعوا هذه الاستراتيجيه كيتسناو الربح في الطلعات الجايين وكيقاوموا النزلات ديال السوق اللي مؤقته. الكلمه ديال هول جات بواحد الخطا، بغاو يكتبوا هول وما يكتبوا هول في واحد المنتدى ديال الكريبتو في 2013، ومن تما ولات معروفه في العالم ديال الكريبتو. ثالث حاجه واللي هي الاخرى التحليل التقني. حاول تستعمل التحليل التقني في النقط اللي باغي تشري فيهم وتبيع فيهم، وراه المؤشرات والبيانات كتخليك تفهم السوق من النقطه اللي تشري فيها وتبيع فيها، ومن خلالها غتخليك تاخذ القرار المناسب في وقت المناسب. كيفاش تعرف السوق غادي في الطريق ديال الارتفاع؟ باش تكون الناس اللي كيعرفوا التوقعات ديال الاتجاهات خصك تراقب بعض المؤشرات. واول حاجه توجه العام، هذا كيفاش الناس والشركات كيتعاملوا مع السوق، واش كاين اقبال ولا لا. ثاني حاجه الاداء ديال البيتكوين. في الغالب الا طلع البيتكوين كيتبعوا بزاف ديال العملات، يعني هو مؤشر مهم. وثالث حاجه اقبال المستثمرين الكبار، ناس كبار في السوق بحال ايلون ماسك ودونالد ترامب، والمؤسسات والشركات الا بداو كيشريو بزاف، هذه علامه على التفاؤل بالبوران الجديد. ولكن دابا ما محتاجينش نقولوها حيت حنا دابا في وسط البوران. واش خاصك تخاف من الفقاعات؟ طبعا البوران ماشي ديما ربح، وديما كنسمعوا مصطلح ديال الفقاعه اللي هي ارتفاع كبير في القيمه ديال الاسيتس، وفي الاخر كتفرقع وكطيح الاسعار. خصك دير بالك هذا الشيء باش ما تغامرش بزاف، وديما فكر المدى الطويل. دابا غتسولني شنو هما اشهر عملات اللي نقدر نستافد منهم في البوران 2024 و25. قبل ما نشوفوا العملات اللي غيطلعوا في البوران دير واحد لايك، خلي لي شي كومونتير ونكمل. اول حاجه نبداو بالايثيريوم. ايثيريوم بقات من اهم المنصات اللامركزيه والعقود الذكيه من حيث التحديثات المستمره اللي كيديروها باش يحسنوا الاداء، خصوصا مع الايثيريوم 2.0 يبان انها عندها مستقبل زاهر ان شاء الله في الاخر ديال 24، وممكن نشوفوا الزياده في الثمن ديالها خرافي. ثاني عمله اللي هي سولانا معروفه بالسرعه ديالها، التكاليف ديال المعاملات ديالها حيت رخيصه بزاف، وهادشي كيخليها خيار مثالي للديفلوب.
لابس، وخصوصا في المشاريع الماليه والانفتيز. مع الطلب متزايد غنشوفوا سولانا في واحد الثمن اللي خيالي، وعندها امكانيه كبيره انها تزاد الثمن ديالها. وعندك البولكادوت اللي هي الدوت. البولكادوت كتمكن الشبكات من التواصل وتبادل المعلومات، وهذا الشيء كيزيد من القيمه ديال الدوت. مع تزايد المشاريع اللي كتستعمل هذه التكنولوجيا حتى هي كنتوقعوا الثمن ديالها يزيد. كاينين عملات اخرين بحال كاردانو اللي هي الادا، بحال تشين لينك اللي هي اللينك، بحال افالانش اللي هي افاكس، والبوليغون اللي هي الماتي. فايلا جيت ندوي عليهم كاملين الحلقه غتولي دي كومونتير. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. الا عندك شي اسئله على البوران خليهم لي في الكومونتير. الا عجبكم بحال هذا المحتوى ديروا لايك كومونتير. تسناونا في الفيديو الجاي.